صباح الخير إذا كان عندكم صباح، ومساء الخير إذا كان عندكم مساء. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم سويت معاكم كاسات المهلبية بالبسكوت. حلا سهل وسريع ومرة ما راح ياخذ منكم وقت. أول شي راح أحط فيه قدر كوبين حليب، راح أضيف عليها ربع كوب سكر و3 ملاعق نشا، وراح أحركها على البارد إلين تتجانس كلها، وبعدين راح أشغل النار على نار متوسطة. بعدين آخر شي راح أضيف الفانيلا وراح أتركها إلين توصل للقوام المطلوب، يعني راح تثقل معاكم شوية، ما راح تطول، تقريبا دقايق. أنا راح أستخدم بسكوت دايجستيف، ممكن تستخدمون أي نوع بسكوت أنتوا تحبونه. راح أكسره زي كذا. طبعا في طريقتين ممكن تسوونها، ممكن انكم تخلطون البسكوت زي كذا في صحن مع المهلبية وبعدين تضيفونها في الكاسات، وممكن انه في الكاسات نفسها تحطون كمية البسكوت اللي انتوا تبغونه وبعدين تحطون عليها المهلبية، كلها راح تعطيكم نفس النتيجة. بعدين غرفتها وحطيتها في الكاسات. الكمية اللي سويت معايا هذه الكاستين. إذا حابين كمية أكبر دبلوا المكونات. بعدين أضفت عليها شوكولاتة ذايبة، ذوبتها بحمام مائي. أفضل طريقة إنكم تذوبون فيها الشوكولاتة إنكم تذوبونها في الحمام المائي، لأنه أوقات إذا دخلتوها الميكروويف راح تنحرق، فهمتوا؟ بعدين أنا زينتها بالبندق، أنتم ممكن تزينونها بأي نوع مكسرات أنتم تحبونه، وراح تتركونها في الثلاجة. أنا خليتها ليلة كاملة. شايفين الجمال؟ بس كذا أسرع حلا صار جاهز. هذا الحلا رمضاني بامتياز، لازم يكون على سفرتكم، خصوصا إذا كنتم من محبين المهلبية، أكيد راح يعجبكم. يعني أحسن شي فيه إنه كأنه حلا وكأنه مهلبية، فهمتوا؟ وما ياخذ وقت صراحة. الحلويات اللي كذا سريعة ويعني مرة تفك أزمة. اكتبوا لي الوصفات والحلويات والمنتجات اللي حابين أجربها معاكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل جرس التنبيهات. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الثاني.